مساء الخير. عدنا عليكم مجددا بفيديو جديد من سلسلة بديل ثيرابي. النهاردة أنا عايز أتكلم في حاجة أنا بفكر فيها بقالي كتير جدا، ولحد دلوقتي مش قادر أوصل لكونكلوجن مفيد فيها. يعني هنشوف في آخر الفيديو هنوصل لكونكلوجن مفيد ولا لأ. طيب، بما إن عنوان الفيديو مصري ولا ألماني، فأعتقد ممكن تكونوا أنتوا فهمتوا شوية أنا عايز أتكلم في إيه. من أهم الحاجات اللي أي حد بينصح بيها حد مسافر على بلد أجنبية بغض النظر ألمانيا أو غيرها، الانتجريشن او الاندماج مع المجتمع اللي انت رايح له مهم جدا جدا جدا، بالذات لو انت حد مسافر وعندك لونج تيرم فيجن. يعني انت مش حد مثلا مسافر سنتين دراسه ماستر وبعد كده عايز ترجع مصر، او مسافر حاجه شورت تيرم وهترجع مصر. وطبعا في حاجات كتير جدا بتساعد ان الواحد يبقى انتجريتد. طبعا في عوامل كتير وحاجات كتير ممكن الواحد يعملها علشان تساعده في موضوع الانتجريشن ده. طبعا اهمهم هي اللغه، بس خلينا نيجي للغه في الاخر شويه، يعني نتكلم في الحاجات البسيطه شويه الاول واللغه نستفيد فيها. ايه الحاجات بقى اللي ممكن الواحد يعملها؟ ممكن مثلا الواحد يبتدي ينزل في ايفنتس معينه بتتعمل للناشوناليتيز المختلفه تبع الجامعه. ممكن الواحد يبتدي يروح مثلا يحضر في الجامعه حاجه انا ما عملتهاش من ساعه ما جيت. ممكن نحاول نحتك مثلا بالجروبس اللي جايه كل سمستر، لان في الجامعات الاوروبيه كمان بيبقى فيه ممكن حد يبقى عارف حاجه اسمها ايرازموس. ده بيبقى زي بروجرام كده، اكسشينج بروجرام، ناس من جامعه في بلد تانية جايين الجامعه اللي انت فيها مجرد سمستر وهيمشوا. فدول بيبقوا ناس لطيفه، مش شرط يبقوا المان بقى، ممكن يكونوا من جنسيات تانية لطيفه زي الاسبان، زي الطليان، زي اي جنسيه تانية. يعني الاكسبوجر للنوع ده من الناس بيبقى كويس، ان الواحد يبتدي يخش في السوسايتي بتاعت الاجانب ويشوف الاجانب بيتكلموا ازاي وبيتعاملوا ازاي وهكذا. دوري انا في الموضوع ده ايه بقى، او ايه اللي انا عملته في الموضوع ده؟ ان انا للاسف ما عملتش ده خالص. وده يعني لما باجي ابص للموضوع دلوقتي في خلال السنه ونص اللي فاتوا، انا ما عملتش ده لانه ما كانش فيه اكتيفيتيز بتجمعني مع الناس دي، وعشان انا شخص انطوائي وشخص مش سوشيال اصلا يعني. فاللي هو انا اتعرفت على مصريين هنا وقلت خلاص قضيت كده ومش عايز حاجه تانية. وطبعا ده مش صح، بس في نفس الوقت انا بعمل زي اسسمنت كده بيني وبينكم، يعني للفتره اللي فاتت انا من ساعه ما سافرت لحد دلوقتي عملت ايه في موضوع الانتجريشن ده. فزي ما كنت بقول، يعني انا ما دخلتش قوي ولا تعاملت قوي مع الناس اللي جايين من بلاد مختلفه، ولا حتى مع الالمان قوي. وطبعا ده كان ليه اسباب هنتكلم فيها بعد ما اقول موضوع اللغه ده، لان هو كل حاجه بتصب لنفس السبب. برضو يعني ممكن يكون سبب تاني للموضوع ده، لموضوع عدم الانتجريشن، هو انه انا في مدينه صغيره، مدينه جامعتها بيجي لها ناس من بلاد مختلفه، بس هي مدينه صغيره في الاول وفي الاخر، ما فيهاش اكتيفيتيز كتير قوي. يعني معظم الناس بتخرج هنا بتروح بارات، ما فيش اكتيفيتيز اللي هو حاجات ممكن الواحد يحتك بيها بناس غير البارات. فطبعا دي حاجه مش لطيفه، يعني لما مش هيروح البار مش هيشوف الناس دي. فعشان كده برضو في مدن كبيره، في مدن اكبر شويه ومعروفه اكتر شويه، الاحتكاك فكره الاكسبوجر لناس مختلفه ده بيبقى اسهل شويه. اخر حاجه وهي موضوع اللغه. انا من ساعه ما جيت وباخد يعني من اول ابريل اللي فات ابتديت اخد كورسات من اول ليفل البي 1. انا كنت مسافر من مصر وانا معايا اي 2، فابتديت اخد كورسات من اول ليفل البي 1. اخدت بي 1 لمده اعتقد كان 3 شهور، شهرين ونص تقريبا، وابتديت البي 2 في نوفمبر اللي فات، وحاليا انا المفروض ان انا قربت اخلص كورس البي 2. هل انا بقى اللغه عندي اتحسنت؟ يعني شويه اقدر اقول، مش قوي بصراحه، يعني الليفل ما اتحسنش للدرجه، بس حسن شويه، لانه انا غصب عني لازم بحضر الكورس يومين في الاسبوع وبقعد اسمع وبقعد احاول اتكلم وهكذا، بحتك باللغه يومين في الاسبوع على الاقل لمده ساعتين ونص مثلا. فده بيحسن ديفينتلي، وانا ابتديت افهم اكتر شويه. بس الكلام لسه مش احسن حاجه، لسه برضو مش بكون جمل بسهوله ومش بكون كذا جمله ورا بعض. طيب، كل اللي انا قلته ده بقى ليه اسباب، وهي سبب واحد اساسي هو اللي انا اصلا عايز اتكلم فيه. يعني السبب هو انه انا من ساعه ما انا سافرت وبشوف مصريين هنا من مختلف الباك جراوندز وفي مدن مختلفه، وكمان بنزل مصر، يعني بحس ان انا عايز على قد ما اقدر احاول احافظ على مصريتي لاكبر وقت ممكن، واحاول ابقى مصري اب تو ديت، يعني ان هو انا ابقى مواكب مع اللي بيحصل في مصر. فانا الحاجه اللي قلقاني من جوايا ومحساني ان انا اللي هو لا، انا مش عايز اخش قوي في ناحيه الاجانب، ومش عايز اخش قوي في ناحيه اللغه، ومش عايز اخش قوي في ناحيه الاندماج والانتجريشن في المجتمع ده، علشان انا خايف على مصريتي، وخايف ان انا لما اعمل كده ابعد عن الايدنتيتي المصريه بتاعتي. وعشان ابقى واضح، الايدنتيتي المصريه بتاعتي دي
اللي انا اللي انا كبرت فيا لحد ما بقى عندي 24 سنه دي مش بتتاثر، باذن الله ما تتاثرش. بس انا اللي انا خايف عليه هو اللي بعد كده بقى، ان انا بشوف ناس مثلا عايشين هنا في المانيا بقى لهم 5 سنين فما فوق. الناس دي لما تيجي تتعامل معاهم انت تقدر تاخد بالك انه الشخص ده بقاله كتير ما بينزلش مصر، او الشخص ده بقاله كتير عايش بره. انا دي حاجه انا مش عايزها تبقى فيا، وانا لحد دلوقتي مش عارف هل دي حاجه حتميه ولا حاجه ممكن عليها كنترول شويه وممكن الواحد يلاقي ميدل جراوند. عشان كده انا ستك في الحته دي. وعلى فكره ده لا يعيب ابدا الناس اللي كنت بقول عليهم دول، اللي انت لما تشوفهم تقول ان هو بقاله كتير ما نزلش مصر، او ان هو بقاله كتير عايش بره. هو شخص هو ده اللي هو قدر يعمله، وانا مش بعيب عليه خالص ولا بقول ان هو غلطان اني واي. هو الراجل خلاص، هو او البني ادم عشان مش بتكلم رجاله بس بس هو هذا البني ادم هو اتحط في الموقف ده، وهو ده طريقه الادابتيشن او الكوبينج بتاعه مع الموقف بتاع ان انا عايش بره سنين كتير. بس انا كعمر انا مش عايز ابقى هذا الشخص. مجرد ده بيرسونال بريفرنس بالنسبه لي. انا عايز احاول على قد ما اقدر ابقى مواكب مع اللي بيحصل في مصر. فكره بقى صعوبه الموضوع ده مش سهل، وفي نفس الوقت صعوبه بقى العيشه هنا والواحد رافض الانتجريشن برضو بتزيد الصعوبه مش بتقل. ان انا بتعود على العيشه هنا بتعود، بس فكره ان انا ابتدي بقى انقل مثلا من ستيج الدراسه لستيج الشغل الفول تايم، وان انا خلاص عايش هنا لونج تيرم و ده بيحتاج شيفت في المينتاليتي شويه، وبيحتاج مجهود اكبر ان انا انمي اللغه، وان انا احتك بالناس، وان انا احاول اخش في المجتمع، فعلا اخش في المجتمع وابقى ويلنج ان انا ابقى جزء من هذا المجتمع اللي انا عايش فيه. فحد هيقول لي طب ما في ناس كتير عايشين بره في امريكا وفي المانيا وفي مش عارف فين وفين وفين، والناس بيبقوا زي الفل وحتى دينيا واخلاقيا و محافظين ومصريين وكل حاجه وبيتكلموا عربي زي الفل وبتاع. الحاجه اللي انا الكونسيرن بتاعي مش الحاجات دي. الحاجات دي كده كده انا حاططها نون نيجوشيبل، انا ما ينفعش اغير الحاجات دي. فاهمين قصدي؟ دي مش حاجات انا اللي هو قلقان عليها، لا انا مش قلقان على دي. انا الحاجه اللي يمكن كونسيرنينج شويه بالنسبه لي، وان مش ناس كتير شايفاها او مش ناس كتير حاسه ان هي مشكله، هي ان انا بعد ما اكون قضيت 5 سنين بره مصر، خلاص انا من بعد الخمس سنين دول انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في مصر، وانا زي ما نقول كده انا خلاص ديسكونكتد قبل مع بدايه الخمس سنين دول انا ديسكونكتد من مصر. حتى لو بنزل مصر، حتى لو انا بشوف الحاجات السوشيال ميديا بتاعت مصر، حتى و بس بيبان في التعامل ان خلاص الشخص ده ما بقاش معانا قوي على الخط انيمور كمصريين. الاكزامبلز الناجحه للموضوع ده نوعين. النوع الاول هو لما حد بينشئ عيله، فبيبقى غالبا بنسبه كبيره بيعمل زي بابل كده حوالين عيلته، ان هم بيحموا مثلا الاب والام مثلا، فبيحموا اولادهم من اي اكسترنال فاكتورز ممكن تاثر عليهم، ان هم ما يتكلموش عربي كويس مثلا، ممكن تاثر عليهم دينيا، ممكن تاثر عليهم اخلاقيا، فبيربوهم بالطريقه المصريه جوه البيت. وبيبقى دي طريقه الكوبينج بتاعهم، ودي زي الفل وناجحه جدا في اكزامبلز كتير جدا، ودي ناس انا بحييها وبحترمها جدا جدا جدا. الاكزامبل التاني بقى هو لو حد سنجل، حد مش متجوز مثلا، اذا كان راجل او ست او ولد او بنت فغالبا بقى بيبقى انتجريتد في المجتمع شويتين، من ناحيه انه بيتكلم اللغه فلوينتلي، من ناحيه ان هو عنده معارف اجنبيه كتير واحتك باجانب كتير، وبنسبه كبيره بيبقى شخص سوشيبل، بيبقى شخص بيتعرف على الناس بسهوله. دول النوعين اللي انا شفتهم لحد دلوقتي نقدر نقول ناجحين في الانتجريشن او في الاندماج مع المجتمع الالماني وبرضو حاجه تانية مهمه، ان الناس اللي بتبقى اندمجت دي بتحس بيبان عليهم صفات من الالمان، ودي برضو مش حاجه وحشه، مش بلوم على الناس دي ولا شايف ان هم وحشين، بس هم بيتغيروا، بياخدوا طباع من طباع الالمان، زي ان هم بيبقوا ملتزمين قوي في المواعيد، زي ان هم بيبقوا بيهزروا بطريقه معينه، زي ان هم بيبقوا كذا وكذا وكذا وكذا، وعادي في الاول وفي الاخر دي حاجات كل واحد وشخصه، وكل واحد وطريقه تعامله وطريقه تاقلمه مع الغربه فانا مش بلوم على حد ولا بعيب على حد، بس انا حاجه كده انا حاجه انا بحب اعملها، او بحب لما بتحصل بتبسط لما بتاخر على حاجه، لما بتاخر على ميعاد الترام مثلا، او لما بنزل، لما بعدي الشارع ساعات والاشاره بتاعت المشاة حمراء مثلا انا بعمل كده بصراحه، مش هقول لا. وانا اكشلي اللي انا بقى انا تحس ان انا ممكن بعند مع نفسي او بعند مع حاجه ما اعرفش، بس انا بحس انه
انا لو ما عملتش كده فانا في حاجه مصريه جوايا انا بموتها. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا مش عايز اتخلى عن حاجه زي كده، انا عايز افضل زي ما انا كده، وعايز افضل اعمل الحاجات اللي هي اللي بتاعتنا احنا كمصريين. ممكن يكون ده غلط، ممكن جدا يكون ده غلط، ممكن حد يكون عايش ناس كتير عايشه بره بقالها سنين كتير، لو قلت لهم الكلام ده يقولوا لي غلط وما ينفعش تعمل كده، وانت كده بتعاند مع نفسك، وكده انت بتتعب نفسك اكتر من الطبيعي، واكتر بتدي نفسك مجهود، او بتدي نفسك زي ما نقول لود نفسي اكتر من اللود اللي اوريدي موجود بتاع ان انت في غربه. انت مصمم، يعني انت لما تبقى تحافظ على الحاجات اللي انت بتعملها دي، فانت كده مصمم تقول لدماغك انه انا مش جزء من المجتمع ده. بس انا مش ببص لها كده بصراحه، يعني انا ببص لها انه انا عايز ابقى زي ما انا بالظبط، وفي نفس الوقت عايز اتاقلم مع المجتمع. ازاي ما اعرفش، يعني عشان كده بقول لكم انا لسه ما وصلتش لكونكلوجن واضح في الموضوع ده، واللي هو انا لسه مش عارف. الاكيد هو انه كده كده لازم الواحد يتاقلم على السوسايتي اللي حواليه والمجتمع اللي حواليه، وفي نفس الوقت اكيد في حلول وسط في كل حاجه. فكره ان انا لسه ما لقيتش هذا الحل الوسط مش معناه ان هو الحل مش موجود، او ان انا لسه ما لقيتش حد بيطبقه، ده مش معناه ان هو مش موجود. ممكن الاقي حد يعني انا ما اعرفوش عنده الحاجه اللي انا عايز اعملها دي، ممكن، بس يعني لحد دلوقتي انا ما لقيتش بكل صراحه. ومع ذلك انا يعني جزء من سبب ان انا عملت هذا الفيديو ان انا عارف ان دي مشكله، وان دي مش حاجه صح، وانه الواحد لازم يبقى يوسع دماغه شويه، وما يبقاش دماغه ناشفه، ويبقى فليكسبل اكتر شويه. وانا يعني اي هاف تو ادميت ان انا عندي مشكله في موضوع الفلكسبيليتي ده. عندي شويه عند للاسف، يعني للاسف، وانا مش حاجه فخور بيها خالص. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يعني مجرد ثوتس بتيجي في دماغي بطلعها، وبرتاح بعد ما بطلعها. وبعدين لان هي بتبقى بروسس، ان انا بتبقى في حاجه في دماغي بكتبها في صوره بوينتس كده، 1 2 3 4، وبعد ما بكتبها بقولها. فبحس ان انا يعني ساعات كمان بحس ان بعد ما بقولها ببقى ممكن لقيت حل للمشكله، او اللي هو مش حل واضح، بس اللي هو ممكن لقيت لنفسي كورس اوف اكشن. طيب انا عندي بفكر في المشكله مثلا الواحد 2 3 4 فيها الحاجات دي، طيب انا ممكن عشان احسن الوضع اعمل كذا وكذا وكذا. لما بتكلم اوت لاود في المشكله دي، ساعتها بقى بيظهر الحل ده، او بيظهر الراي المختلف او النظره المختلفه. فيعني اعتقد نو هارم ان الواحد يعمل فيديو زي كده. يعني لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للشانل. يعني ان شاء الله باذن الله بغض النظر عن فيوز عايز اكمل اعمل فيديوهات بديل ثيرابي، وعايز اكمل اعمل فيديوهات فلوجز برضو، لان انا بقالي كتير قوي ما عملتش فلوجز مختلفه، حواليك اوريكم اماكن مختلفه، وانا نفسي صراحه اعمل اكتيفيتيز بقالي كتير ما عملتش اكتيفيتي، يعني اكتيفيتي حقيقيه. يعني خلي بالكم من نفسكم، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.